يعني معانا على التليفون مستشار مرتضى منصور. سياده المستشار كل سنه وحضرتك طيب يا سياده المستشار. كريم ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. عارف اندرو العظيم اللي مش عايز المركز الثاني؟ ازي حضرتك يا سياده المستشار؟ انا يودوني مركز ثاني قول. لا ما ايه العلاقه؟ لا اصل في علاقه بيقول لك انا اندرو العظيم انا اللي اخشش المركز الثاني قصدي بتاع دخلوني دبليو سي قول. ده هو لسه شافوا مني حاجه. لا اندرويد اندرو العظيم لسه شافوا مني حاجه. ده ايام سودا جايه لسه قول. وان شاء الله الدوري كده بيبين ان الزمالك فعلا يستحقه، وان شاء الله الفوز على الاهلي المباراه اللي بعد مباراه النصر ان شاء الله. شايف ان مباراه الاهلي والزمالك الاهلاوي بيقول لك انا هعكنن عليكم بقى هتاخدوا الدوري، بس انا هعكنن عليكم في ماتش الاهلي. هو بصراحه الدوري ملوش طعم من غير ما نكسب الاهلي بصراحه، فلازم نكسب الاهلي ان شاء الله. يعني لو الاهلي كسب يبقى انتوا تعكنن عليكم. لا هو ان شاء الله مش هيك. الاهلي وخلاص لو ماتش الزمالك ماتش الاهلي والزمالك الاهلي كسب هيعكنن على الزمالكاوي، ولا انتوا هتحسموا الدوري بقى مع ماتش الاهلي؟ لا هو لازم نكسب الاهلي، يعني ان شاء الله فرحتنا مش هتكمل الا لازم نكسب الاهلي باذن الله. مجهود بقى الحمد لله الدوري بقى في ملعبنا، وبنسبه 90 لا 99% الحمد لله بقى الدوري بتاعنا. يقول لك ماتش الاهلي والزمالك ده هيبقى البطوله الخاصه، ولا ممكن الاهلي يكسبه ويعكنن على الزمالكاوي؟ لا ان شاء الله هنكسبه باذن الله، وهنقول يعني ايه هنكسر الحظ اللي هو دايما معاندنا يعني، فان شاء الله ان شاء الله هنكسب الدوري، وهيكون ان شاء الله ماتش الاهلي هو الماتش الحاسم بتاع الدوري ان شاء الله. سيظلوا لماليم وسنظل اسيادهم. الف مبروك للزمالك والف مبروك للدوري، وان شاء الله الدوري بتاعنا الحمد لله خلاص. وبقول للاهلاويه اللي كانوا بيشكوا ان الاسماعيلي هو اللي ساب الماتش، هقول لهم ايه؟ ده يدل على نفسيتكم، عمرهم ما فرحوا لينا ولا هيفرحوا لينا. وعايزين ايه الاهلاويه يعني؟ عايزين ايه؟ هم يعني السنه دي ما عملوش اي حاجه ولا عملوا اي اداء، واتحاد الكوره يجيب لنا حكام يخصنا في ماتش مصر المقصه. معروف يوسف معروف بطن رجله عماده طلبه يزقها في مساحه هو حسام غالي يتفوق فيها حسام غالي ويخش الفراشه. ماشي الفراشه ماشي الفراشه ماشي الفراشه عرضيه هوبا يا وهوبا يا نهار ابيض. عملها مؤمن زكريا، والثانيه ثالثه والثالثه ثابته. حلوه من نفس المكان وبنفس الاحساس والقدره التهديفيه. يا مؤمن يا زكريا أعدت ذكريات الماضي لكن الأليمة المرة دي وحطها في الركن البعيد الهادي. حلوة في الدقيقة 32 الفراشة عدى أرضية معدية تضرب وتروح له وبوش رجله الخارجي لفها لفة جاتوه. حلوة يا جمالها يا روعتها يا لطفتها يا وضعتها يا عالكورة. هدف روعة لمؤمن زكريا في الدقيقة 32 يجيب هدف التقدم العنجهي والعنجهية القروية لنادي الأهلي على شمال الحارس 1-0. كده بقى المباراة ايه ده هتحلو حلاوة ما حصلتش. ضربة حرة مباشرة، شايف مؤمن زكريا وشايف عمرو جمال وشايف وليد سليمان. هنشوف ادي مؤمن وادي وليد، ممكن وليد بشماله الحاجات دي بتاعته هو، لكن مؤمن داخل. يا نهار ابيض يخرب عقلك للصبح يا ابني. ايه يا مؤمن زكريا الليله دي؟ يا نهار ابيض. في الدقيقه 80 مؤمن زكريا يؤكد تفوق الاهلي في هذه المباراه. ضربه حره مباشره يحطها بالمسطره يحطها بالمزوره، يقول للشناوي قوم اقف وانت بتكلمني، يا شناوي. حلوه حطها في مكان روعه الروعه. الشناوي لا قدر يقف ولا قدر يقعد.
ضربة حرة مباشرة من ناحية الشمال في الدقيقة 35. شريف حازم يسقط واحدة طويلة حلوة في اتجاه عماد متعب، بطن رجله صغيرة. وليد سليمان هيبقى التحكم أعلى عند النادي الأهلي دلوقتي، دخل كوفي كده بمنتهى القوة. محمد نجيب يا ولد. حسام غالي لعماد متعب. بدأ النادي الأهلي يمسك كرة على نادي الزمالك، طبعا بفضل المولى أولا، ثم هدف مؤمن زكريا اللي ادى إحساس بالثقة العالية. عماد متعب يرجع مرة تانية، ياخدها سعد سمير أرضية وتفويتة كده. تفويتة مؤمن زكريا أخد بوكس عقابا ليه. هنشوفها مرة تانية كده، وريها لنا يا صديقنا العزيز مرة تانية. يعني عدى كده مؤمن زكريا بشكل اتاكد منها ما بين قربك وخوفي عليك يا معروف، من فضلك اقفل رجليك. تبقى ضربه حره. نادي الزمالك ما عملش الا تغيير واحد بخروج احمد عيد عبد الملك ونزول يوسف اوباما. طويله وعاليه من القلب كوفي يا ولد يا لعيب على وسط الملعب، عايز ينطلق بيها مصطفى فتحي لكن مقريه منه. 3-4 تحركات جميله لرمضان صبحي. لعيب جميل رمضان، الحقيقه ممتع. حسام عاشور ماشي. حسام بطن رجله مقريه لكن معديه، تروح لمؤمن زكريا. رمضان صبحي المؤمن مره تانية لرمضان. 3-4 نقلات صغيرين قوي على وسط الملعب. حسام عاشور ياخدها. سيطره للنادي الاهلي، ادلنا 4-5 دقايق ماسكين وسط الملعب بشكل جيد جدا بفضل تنقلات، ويعني الكره بتتحرك بشكل متقن للغايه. زحمه رهيبه جدا. ياخدها اوباما، يتكعبل كده ويتشنكل ويقع لما من رمضان صبحي. حسام غالي على طول كره من الرجل للرجل، تبقى صعبه جدا على المنافس لما يبقى في اتقان في حكايه رجل الرجل دي. مؤمن زكريا، عمرو جمال مرة تانية. حسام غالي، سيطرة النادي الأهلي، لمسة يد، ضربة حرة مباشرة. سيسي راس حربة قوي ولكن ما اشتركش السنة دي كتير حقيقة، ما هوش في الصورة قوي، إنما بالفعل هو مهم جدا في هذه اللحظات، مهم جدا. يعني هي محاولة من فيريرا لإدراك الموقف انه يلعب براسين حربة في هذا التوقيت. خلاص احنا في الدقيقة 74، يعني بنتكلم في 16 دقيقة، يا دوبك يلعب براسين حربة في هذا التوقيت. انطلاقة على وسط الملعب. سلام عليك يا ولد يا لعيب. حسام غالي صغيرة. مؤمن زكريا يفتح في اليمين للفراشة، ماشي باسم، حلوة جدا لمؤمن عايز يلم كورته، عايز يسند لكن مقفول عليه تماما. وسط الملعب بطن رجله في اليمين لأوباما. فين حازم إمام؟ أوباما أرضية مش معدية. حسام عاشور ونقلة والتانية. وليد سليمان. رمضان صبحي يرجع لورا. نقلتين 3 للنادي الأهلي. حسام غالي ماشي. حسام يسيبها لعمرو جمال اللي بيرجع يستدم على وسط الملعب. شريف حازم. الأهلي الحقيقة اللعيبه لاقيين بعض قوي في وسط الملعب، ودي حاجه مهمه جدا. ماشي رمضان وعايز يرقص، يلعبها صغيره وتسديده اي كلام كده، تسديده كده يعني في شنك زي ما بيقولوا من مؤمن زكريا، تطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. دخل رمضان حلو قوي، بص اللمه، يا سلام. وادي عمرو جمال، لكن هنا ما اتظبطتش. ليه؟ مؤمن زكريا سدد والكرة مش في متناوله تماما. زقة طويلة من مصطفى فتحي لكن مفيش أي معاونة في المنطقة دي. لازم حمادة طلبة يظهر معاه شوية في الجنب ده، ينقلها مش منضبطة من حمادة طلبة. انطلاقة لعمرو جمال تتقطع منه. يا ولد يا لعيب حمادة طلبة كده بلمسة جميلة قوي على وسط الملعب. انطلاقة لنادي الزمالك، النقلة مش مظبوطة وزعلان أحمد توفيق زعلان. حسام غالي انطلاقة يلم كورته. يا ولد يا لعيب نادي الاهلي. حسام غالي مرة تانية. حسام غالي بيدور على حد ياخدها صغيرة اهي، وماشي وداخل وهوبا تسديدة منتهى الخطور. صلاح مقطوعة. النادي الاهلي في اليمين الفراشة لتريزيجيه، انا اسف،
باسم علي هو الفراشه، ده تريزيجيه. تريزيجيه مره تانية، تريزيجيه. بقول لحضراتكم تريزيجيه لعيب كبير، ما اعرفش ازاي يقعد على الدكه الحقيقه، لكن حاجه جميله انه فريق يبقى عنده مجموعه من اللاعبين الاكفاء، ده شيء عظيم جدا. رمضان، حسام غالي، وانذار لحازم امام، كارت احمر، كارت احمر. ما كانتش طالبه دي ابدا، ما كانتش طالبه دي ابدا، يعني ما كانتش طالبه على الاطلاق. كارت احمر مش مطلوبه خالص، كارت احمر ل شوف الكرة دي رمضان صبحي مرة تانية. رمضان طبعا واقف على الكرة واقفة كده مش لذيذة شوية، اتنقلت الكرة، ما كانش معانا ساعتها الصورة. خرج حازم امام وحسام غالي بيطيب خاطره، شيء جميل جدا جدا جدا، شيء جميل جدا انه حسام غالي يروح يطيب خاطره. هو واضح ان هو كمل في الكوره في رمضان صبحي اكيد، هو رمضان عمل حركه كده، وقف على الكوره كده يعني بمعلمه شويه. فحازم امام اخذ كارت احمر نتيجه التعدي على رمضان صبحي. معلش خلاص، هنا نرفزت ملعب وانتهت. طويله اطول من اللازم، اطول من اللازم. ويطلق حكم المباراه الصربي ميلودراما مازيتش الصربي صفارة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك 2-0. الأهداف لمؤمن زكريا في الدقيقة 32 من تسديدة روعة الروعة على شمال الحارس أحمد الشناوي، ثم في الدقيقة 80 مؤمن زكريا وأيضا بتسديدة روعة الروعة من ضربة حرة مباشرة 2-0. مبروك لنادي الأهلي الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك. هارد لك لنادي الزمالك وبالتوفيق في المباريات القادمة بإذن الله. أشكركم أعزائي المشاهدين، مع تحياتي مدحت شلبي. فوز مهم جدا جدا النهارده النادي الاهلي 2-0 على غريمه التقليدي نادي الزمالك. بالاخلاق انتصر النادي الاهلي على البذاءات.